بناتي حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض الديسباسيتو بطريقه سهله جدا. بصوا الالوان بتاعته روعه بجد، شكله تحفه. عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله، ونجربوه مع بعض بطريقه بسيطه جدا. لو عندك بواقي كيك ممكن نعملها بالطريقه دي، او انت عايزه تعمليه بقى لسه زي ما انت عامله كيكه مفيش اي مشكله. بصوا كده شكله عامل ازاي. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم، ونشوف يا حبايبي مع بعض كده الديسباسيتو بتاعنا عامل ازاي. بصوا شكله كده عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد روعه، هش وجميل جدا. بصوا من جوه شوكولاته بالشوكولاته يعني. عايزه اقول لكم فعلا طعمه تحفه. يا رب يعجبكم ان شاء الله، يكون سهل عليكم. حابه بس اشكر كل الناس اللي بتعلق لي، بجد متشكره لكم جدا جدا. بفرح جدا جدا بالكومنتات والله بتبعتوها. يا رب كلنا ان شاء الله نجتهد باذن الله ونساعد بعض ان شاء الله. ان شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. ندخل بقى مع بعض في خطوات عشان ما اطولش عليكم. وكده حبايبي نبدأ مع بعض في الطريقة. أنا عندي هنا بواقي كيك، أي بواقي كيك متوفر عندك، نشف في التلاجة أو حاجة بينفع، بيبقى حلو جدا في الحاجات دي. وعندي هنا دي كوباية لبن كبيرة، ضايفة عليها معلقة كاكاو ومعلقة سكر، مقلباهم طبعا مدوباهم مع بعض. وعندي ده كريم شانتيه، كريم شانتيه مضروب جاهز، ضرباه بالمضرب. ضايفة عليه معلقة كاكاو كبيرة. طبعا كمية الكاكاو اللي انت حباها حطيها. طبعا الكريمة خام وضايفة عليها سكر بودر. بس هنشوف بقى ندمج المكونات بتاعتنا كلها مع بعض ازاي. هتقطعي الكيك زي ما انت عايزه تعملي في كاسات، في علب، اي حاجه انت متوفره انت عايزاها تعملي فيها. عندي هنا علب بتيجي جاهزه من عند بتاع الحلويات، مستلزمات الحلويات. علبه بتيجي كده بالشكل ده. ممكن نعمل في علبه زي كده، طبعا اللي انت عايزاه بقى اعملي فيه. دي حلاوتها ان هي بتتحط في التلاجة متغطيه، بتبقى سهله جدا. بتطلعيها ما بتنشفش معاكي ولا اي حاجه. نبتدي بقى ندمج المكونات على بعض. وكده حبايبي نبتدي ندمج المكونات بتاعتنا. ده انا عندي ده كيس حلواني، هتحطي اي قمع انت حابه فيه. القمع بيسهل عندي الموضوع شويه. ونجيب العلب بتاعتنا كده بالشكل ده، بشكل عشوائي كده. طبعا احنا كده كده هنضيف عليها كيكه، مش فيش مشكله. نعمل كمان واحده مع بعض كده بالشكل ده، بالطريقه اللي انت حباها اعمليها بيها. وجبت قطع الكيك بتاعتي كده بالطريقه دي. هنكمل بقى الكيك بتاعنا من هنا للفراغات اللي موجوده دي. طبعا انت لو عامله الصينيه لسه جديده هتحطي على طول، مفيش اي مشكله، هتقطعي على طول. لكن انا عندي ده بواقي كيك، فهعمله بالشكل ده كده كده. طريقه سهله جدا كده بالطريقه دي. طبعا كل ده مش هيبان بقى، هيتقدمك كله مع بعضه كده بالشكل ده. وهنضيف اللبن بتاعنا. خلاص انا كده حطيت الطبقه الاولى. نبتدي بقى نضيف اللبن بتاعنا كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا بيتشرب كويس جدا معايا. بندي طبقه لبن كويسه عشان يشرب معايا حلو، عشان يبقى طعم الكيك نفسه حلو. ولازم الكاكاو اللي بنحطه على اللبن يكون نوعيه نظيفه عشان تبقى ريحته حلوه. تمام كده بالطريقه دي. نضيف التانية مع بعض كده برضو، كمان واحده اهي. بتقفلي بقى زي ما انت عايزه كده بالطريقه دي. طريقتها سهله جدا على فكره، ما بتاخدش وقت طويل. وكده خلاص خلصنا طبقه اللبن بتاعنا كمان بالطريقه دي. نبتدي نعمل طبقه كريمه كمان. حابه تعمليها بيضه براحتك، حابه تعمليها شوكولاته زي ما انت حابه. احنا بصراحه عايزينها كلها شوكولاته كده كده، وبتسويها بالطريقه دي. نعمل واحده كمان اهي مع بعض. وهكمل بقى الكميه الباقيه معايا وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. هنساوي كل الكلام ده بالمعلقه. حابه تسيبيها زي ما هي كده وتزوقيها بس بالكريم شانتيه كده، كانك بتعمليها كده بالطريقه دي. مفيش اي مشكله. هي طبعا المفروض معلقه ناشفه يعني. بس كده نساوي بس الاطراف بتاعتنا كويس. وكده بقت معانا بالشكل ده كده. حابه تسيبيها بقى على كده وتزوقيها بالكريم شانتيه مفيش اي مشكله. حابه تحطي صوص شوكولاته زي ما انت حابه. بس هكمل بقى الكميه اللي باقيه معايا وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بس اللي وصل لغايه هنا ما ينساش بقى لايك والشير ومفعل الجرس عشان يوصلنا كل الاشعارات ان شاء الله. وكده حبايبي خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا كلها كده. دي عندي شوكولاته، صوص شوكولاته انا عاملاه في البيت، هقول لكم على المقادير بتاعته، هكتبها لكم برده في صندوق الوصف. نبتدي ناخد الشوكولاته بتاعتنا كده بالشكل ده كده. نبتدي نوزعها على الديسباسيتو بتاعنا. تعمليها كده بالراحه. هي الشوكولاته لو سايحه شويه بتميليها بس كده من غير ما تحطي ايدك فيها، بس طبعا دي عشان عاملاها في البيت بتبقى تقيله شويه كده بالشكل ده. نسويها من الجناب كويس جدا. وكده حبايبي خلاص سويتها كده بالشكل ده، بميلها كده وكده اسويها بالطريقه دي. بس كده سهله جدا، ما بتاخدش اي حاجه على فكره، وطعمها بجد بيبقى رائع. بصوا شكلها من تحت الطبقات بتاعتها بتبقى عامله ازاي. بس طبعا عشان طريه لسه خايفه اقلبها.
ان شاء الله تعجبكم وتكون سهله عليكم باذن الله. هكمل الكميه اللي فاضله وارجع لكم. وكده حبايبي خلاص الكبات بتاعتي خلصت بالشكل ده، شكلها حلو جدا بجد. طبعا جرنيشي زي ما انت عايزه. احنا حطينا مع بعض صوص الشوكولاته، انا زوقت هنا بالكريسبي ملون، الكريسبي فضي وسكر فضي وشويه جوز هند كده، بتديها ريحه حلوه جدا. طبعا التزويق ده بيرجع لك انت حسب ما انت عايزه، ده المتوفر بصراحه عندي. ان شاء الله تكون سهله عليكم باذن الله. بتعمل كده، بتتقفل معايا كده العلبه بالطريقه دي، بتحط معايا في التلاجة، بتبقى جميله جدا وما بتنشفش ولا اي حاجه، طعمها فعلا بيبقى تحفه. ما تنسينيش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.